النهارده هنعمل الاكل مع بعض وقت الفطار. الحمد لله يا كان نايم ويا زن بره، فبعمل الفطار بقى. يعني انا مجهزه كل حاجه، فانا يا دوب على ان انا اعمل الاكل على طول. هعمل النهارده شاورما. عايزه اوريكم بقى الشاورما بجد احلى من بره بكتير. انا عملتها قبل كده ونزلت طريقتها على الانستجرام، بس طبعا في ناس هنا على اليوتيوب مش على الانستجرام. عايزه اقول لكم طريقتها حلوه جدا وسهله جدا واحلى من بره بكتير، وعجبتهم هنا في البيت قوي قوي قوي. فتعالوا بقى النهارده نعملها سوا. انا مجهزه بصراحه كل حاجه. يعني انا معايا الشاورما اهي، انا متبلاها بايه؟ متبلاها بصوا شكلها اصلا. متبلاها ربع كوبايه ميه بصل، يعني بشرت البصله كده وعصرتها، وملح، معلقه ملح وفلفل اسود وبابريكا ورشه قرفه ورشه جنزبيل وتوم باودر وبصل باودر. دي التتبيله بتاعتها، و3 معالق خل ومعلقه زبادي ومعلقه طحينه. انا ما كانش عندي زبادي فحطيت حبه لبن كده صغيرين، قلت يعني هتديني ان شاء الله نفس الطريقه. يعني انا المره اللي فاتت عملتها زبادي، فما كانش عندي زبادي فعملتها بلبن، رشه لبن صغيره ومعلقه طحينه. الطحينه اهم حاجه عشان هي اللي بتديها الطعم بتاع بره. ومجهزه الطحينه، عملت الطحينه وكل حاجه. الطحينه عملتها عاديه، عملت الطحينه وبزود ميه سخنه كده سنه لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، وملح وكمون وخل. بس ما حطيتش توم فيها. الطحينه اللي بالثوم دي بتاعت السمك، الطحينه بتاعت السندوتشات والحاجات دي من غير توم. فانا عملتها كده ومجهزاها وحطها في التلاجة، وخلاص فاضل تقريبا نص ساعه على الفطار. هي ما بتاخدش وقت، فتعالوا بينا بقى نعملها سوا. تعالوا اقول لكم بقى الوصفه بالتفصيل. دي الشاورما، اللحمه كنت مقطعاها زي ما انتم شايفين كده شرايح طويله رفيعه. بعد كده هحطهم في البوله دي، في الطبق يعني وهحط عليهم بقى الحاجات اللي هتبلها بيهم. دي بصله وعصرتها، هي مش ربع كوبايه، هي بصلايه وعصرتها. والتوابل كانت ملح وفلفل اسود وبابريكا وكزبره، معلقه صغيره من كل حاجه، وجنزبيل ورشه قرفه وتوم باودر وبصل باودر، بس انا ما كانش عندي توم باودر بصراحه. دي التوابل اللي تتحط على الشاورما بتخليها حلوه جدا. رشه القرفه والجنزبيل اهم حاجه، ودي اهم حاجه في التتبيله. معلقه الطحينه هي اللي بتديها الطعم بتاع بره بالظبط. بجد هي دي الفرق الوحيد اللي هتلاقوا الطعم فارق فيها. ومعلقتين ومعلقه خل، يا ابني ما تلخبطنيش، ومعلقه خل وحبه لبن، علشان ما كانش عندي زبادي زي ما قلت لكم فحطيت حبه لبن بس. وبعد كده هقلبهم كلهم في التتبيله واسيبهم شويه. يعني انا سبتهم حوالي نص ساعه او ساعه، بس الاحسن ان انتوا تسيبوها وقت اطول في التلاجة او من بالليل، يعني هتبقى احسن. هنا كنت بقلبها بس يا زونه، هنا كنت بقلبها وده شكلها بعد ما قلبتها وسبتها شويه. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ تعالوا بقى شوفوا الطريقه عملتها ازاي، وبجد طلعت حلوه قوي وسهله جدا جدا جدا، وما خدتش مني كلها على بعض بالتتبيله بكل حاجه نص ساعه. تعالوا نبدا. معايا طاسه هحط فيها حبه زيت، وانزل في حبه الزيت دول بالشاورما بتاعتي اهي. سبتها شويه في التتبيله، طبعا سبتها بتاع نص ساعه. عايزين بقى تسيبوها قبلها بيوم يا ريت احسن، عايزين تسيبوها قبلها بكام ساعه احسن، بس انا عشان اصحي على الفطار فملحقتش بصراحه، فحطيتها كده في الزيت. افضل بقى اشوح فيها لحد ما توصل للون كده، هوريهولكوا لما توصل. انا بعمل الاكل وانا شايله يكن يا جماعه، مش قادره اقول لكم. يعني هو بدا يعيط اهو، بدا يزن. انا موطيه النار مش معلياها، يعني مش موطيها قوي ومش معليها قوي، مخليها على على الوسط كده. فككهم بس كده من بعض هما يفكوا دلوقتي في الزيت. بصوا شرايح الشاورما مقطعاها اهي، لحمه مقطعاها شرايح، عايزه اوريها لكم اهي، مقطعاها شرايح صغيره رفيعه قوي. بدات اهي تتشوح، ريحتها تجنن، مش قادره اقول لكم على ريحتها عامله ازاي. هتبدا بقى مع الزيت اللي حطيناه تنزل الصوص بتاع التتبيله نفسه. بعد بقى ما وصلت للون ده، شايفين اللون ده، جهزه معايا الطبق ده فيه بصل وفلفل، دول بصلتين و3 فلفلات تقريبا. هحطهم بقى معاهم واقلبهم لحد ما يتبلوا كلهم سوا.
البصل والفلفل ايه يتبلوا كده، وبعد كده هنحط الطماطم والبقدونس. اخر حاجه بنحطها الطماطم والبقدونس. افضل اقلب فيهم بقى لحد ما يتبلوا كلهم، واوريكم بعد ما يخلصوا. قبل ما احط الطماطم اوريكم شكلهم بقى عامل ازاي. بصوا بقى هنا البصل والفلفل دبلوا خالص. نحط بقى ايه الطماطمايه. انا مقطعه طماطمايه واحده كبيره، احطها اقلبهم شويه، وبعد كده بقى احط في الاخر خالص البقدونس. طماطم بس ايه تدبل كده شويه وتنزل الميه بتاعتها، وخلاص كده نطفي عليها ونحط البقدونس. سهله قوي وسريعه جدا. عايزه اقول لكم اصلا انتوا تحسوا ان كميه اللحمه كانت قليله في الاول، بس هي بتكتر بقى مع البصل والفلفل والطماطم وكل ده. انا عامله شريحتين لحمه بس. وكمان هوريكم في الكايزر هيعملوا كام سندوتش، يعني بجد احسن من بره بكتير. بصوا كده الطماطم دبلت. عايزه اقول لكم ان احسن حاجه في الاكله دي ان هي كلها في طاسه واحده، ما بنوسخش مواعين كتير. دي احلى حاجه فيها. كده خلاص انا بالنسبه لي هي كده استوت. هحط البقدونس، اديله تقليبه واقفلها خلاص. ايه كوكو موبايل فصل؟ ماشي هعملهولك. اقلبهم بقى تقليبه كده في بقدونس واطفي عليها خلاص. يلا بينا نعمل السندوتشات. نفتح الكايزر. عايزه اقول لكم ان احسن طريقه بفتح بيها الفينو والكايزر بالمقص. هنا كانت خلصت بقى وبدأت اعمل السندوتشات. عايزه اقول لكم عملت معايا كميه سندوتشات كبيره جدا، وانا ما بحبش بقى اعملها زي المحلات كده، بحب اعملها زي المحلات بالظبط، اللي هو تبقى مش مليانه قوي، ما يبقاش السندوتش مليان قوي. بجد طلعت حلوه. حطيت بقى معلقه طحينه كده من فوق، وده كان شكل السندوتش. شايفين الجمال؟ انا كده خلصت. شايفين جمال الشاورما؟ حلوه جدا وريحتها تحفه. طبعا دقتها طلعت تحفه. ودول كده مش الكميه كلها، لسه في كمان في الطاسه تاني. دول بس اللي انا عملتهم دلوقتي. فقولوا لي بقى، جربوا الطريقه وقولوا لي ايه رايكم. يلا باي باي.